يا جماعه انتوا متخيلين اللي عامل الاكل دوت بنوته عندها 16 سنه؟ هي بعتلنا سوشي وبعتلنا حاجه اسمها دامبلينج، انا ما اعرفش ده عباره عن ايه الصراحه، بس هو شكله يخوف. وبعتلنا حاجه تانية اسمها دوكبوكي ستيك. وده غريب بقى اللي انا اول مره اشوف الصراحه، ان هي عامله بيتزا سوشي على شكل بيتزا. وكل الكلام ده طالع من بنوته عندها 16 سنه. ممكن حد يقول لي عادي يعني، ما في بنات عندها 16 سنه وبتعرف تطبخ، انت ليه مأفور؟ لا هأفور عشان دي مش طبخه مكرونه وبانيه، ده سوشي. لا وكمان عرفت منها ان هي بتعمل كل الاكل الاسيوي، فازاي عندها 16 سنه وبتعمل الكلام ده؟ انا ما اعرفش. انا قبل كده صورت فيديوهين سوشي، فيديو مع حمزاوي اللي في الكوربه، وده ما شاء الله عليه الفيديو بتاعه شرخ داخل في ال 4 مليون، وحابب اشكره في الفيديو ده لان هو رفع راسي مع كل المتابعين اللي راحوا له من طرفي، الصراحه كله بيشكر فيه. والحاجه الثانيه، انا كنت بصور معاه من سنه وكان بيبيع القطعه ب 8 جنيه، عدى سنه ولسه لغايه دلوقتي بيبيع قطعه ب 8 جنيه تقريبا، ده ما عداش عليه تعويم ده. والفيديو الثاني بقى مع بنوته اسمها مريم، وكان عندها 21 سنه تقريبا او 22 سنه، وكنت مستصغرها اللي هي تبيع سوشي، والفيديو بتاعها داخل على نص مليون مشاهده. لكن جات لي بقى سندس عندها 16 سنه وقالت لي انا بعمل سوشي وعامله بيدج وبتبيع اونلاين، فانا بتمنى ان الفيديو بتاعها يجيب مشاهده كويسه زي حمزاوي ومريم، فيا ريت كلنا نشجعها وندعمها حتى لو هتعمل لايك للفيديو بس. وبالنسبه بقى للناس اللي كانت بتسالني في الفيديوهات احنا عايزين سوشي اونلاين، السوشي اونلاين اهو. هنبدا باول حاجه وهي السوشي. بالنسبه للاسعار، سندس عندها ال 15 قطعه ب 150 جنيه، وال 30 قطعه ب 270، وال 50 قطعه ب 460. يعني انت كل ما بتعلي بعدد القطع كل ما بتبقى اوفر. فيلا بينا يا باشا ونشوف ايه الكلام. هي جايبه معاها صوصات صويا صوص، وده ايه ده؟ انا اكتشف مع بعض. وده حاجه اسمها جينجر اللي هو الجنزبيل الاحمر، وقالت لي انت بتاخد حته صغيره منها عشان تفصل الطعم بينهم. وده بقى كيس اسمه وسابي. الوسابي ده بقى انا بسمع عنه اللي هو فجل ياباني وحاجه كده نار ما شاء الله. انا شايف قطع منوعه، انا شايف فرايد وشايف عادي وشايف قطع يا سندس فيها سلمون، والسلمون ده ني او تقريبا مدخن معرفش، بس انا حاسس ان هو ني. طب نقول بسم الله كده وندوق اول واحده. دي فيها من جوه كراب اللي هي الصوابع الكابوريا. بسم الله. لا محتاجه صوصات. نشوف ايه الحوار بتاع الجنزبيل ده. ريحته صعبه قوي. بصوا يا جماعه، انا مش كيف اكل سوشي، فمالكوش دعوه برياكشناتي. رياكشناتي دي مش معناها ان السوشي وحش، لا رياكشناتي دي معناها ان انا مش كيف سوشي. اطلعي بقى. ده مسكر وحامي في نفس الوقت. انا ما بحبش الجنزبيل اصلا. طيب نجرب واحده كده من اللي فيها حبه البركه دي، برضو من جواها اللي هي صوابع الكابوريا دي. احنا ممكن بقى نعملها شويه في الصويا صوص ده، بس القطعه عند سندس كبيره قوي. نشوف كده الجمبري. بسم الله. دي حلوه قوي كده وعليها سمسم، لا تحفه. نشوف اللي فيها السلمون الني ده ونجربه بالصوص الاحمر ده، معرفش صوص ايه هو، تقريبا كده شكله سبايسي، ربنا يستر. دي خطيره بالصوص ده، بس طعم السلمون فاح في بقي. نشوف اللي بعده. اللي بعده بقى حاجه اسمها كيتبوكي ستيك. انا اكلتها قبل كده وللاسف ما حبيتهاش، فيا رب احبها من ايدك يا سندس. هو ستيك كده عباره عن كام قطعه من الكيتبوكي وعليها صوصات وعليها سمسم، بس الشكل الصراحه تحفه. دي بقى بتبقى عباره عن عجينه رز، هي شبه المكرونه بس هي عجينه رز. فنقول بسم الله كده وندوق. بسم الله. احساس الندغه بتاعتها صعبه قوي، بتفضل تكلبش في البق كده، بس عليها صوص اللي هو السبايسي مايو، سبايسي قوي. احنا هنشوف اللي بعده عشان البتاع دي ما بحبهاش الصراحه. اللي بعده بقى حاجه اسمها دامبلينج، ويا رب اكون بقول اسمها صح. هي عباره عن عجينه كده، في واحده فيهم فيها لحمه مفرومه وواحده فيها خضار. بسم الله. لا دي طعمها مقبول شويه، وده شكلها من جوه وفيها كميه لحمه كويسه الصراحه. نشوف كده اللي فيها خضار دي. دي فيها تقريبا رز، فيها حبايبات رز شفافه كده شويه، بس الخلط اللي جواها صراحه حلو قوي. لا دول حلوين، دول عجبوني اكتر من كتبوكي دي. نشوف اللي بعده. بيتزا سوشي، ودي انا اول مره اقابلها بصراحه. شكلها الصراحه تحفه. هي عباره عن سلايس بيتزا، وتحس ان الطرف ده كده تحس ان هي ستافت كراست. دي مكونات السوشي بالظبط بس على هيئه بيتزا. ورق الطحالب ده ولا ورق السوشي مع الرز مع الكابوريا، بس هنا الكابوريا فرايد مقليه، فاحنا نشيلها كده زي البيتزايه ونقول بسم الله وندوق. بسم الله. هو اكنك بتاكل سوشي بالظبط، ودي سعرها 100 جنيه يعتبر بسعر 10 قطع تقريبا. هي فيها مكونات تكفي 10 قطع فعلا. البتاعه دي محشيه فيها كابوريا وجمبري، والجمبري اللي هنا ايه، جامبو. ايوه كده حاجه بحبها. وبس كده، انا هسيب لكم لينك البيدج بتاعتها، اللي حابب يعمل اوردر اونلاين يكلمها. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.